ويدود دود 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 خش اتفرج هرج قول دود 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 دود. نفرة وأهلا بكم في حلقة جديدة من Ancient Egyptian Language Revival. توت هو طلب أو أمر للتجمع، والكلمة دي لسه بتستعمل في اللغة المصرية العامية. حتشبسوت يا ولاد حارتنا توت توت احنا في معبد حتشبسوت. في الحلقة دي احنا هناخد فعل الأمر. شرح فعل الأمر هتلاقوه في كتاب صهيلي كوبتيك بتاع توماس أو لامبتون على صفحة 66 في فصل 17.1. معظم الوقت في اللغة القبطية فعل الأمر هو الانفينيتيف بتاع الفعل، من غير ما نفرق الفعل ده بيتقال لمذكر أو مؤنث أو لمفرد أو جمع. في السكتش بتاع حلقة 3 احنا هنلاقي أمثلة كتيرة لفعل الأمر. موشي إخون إيتي شؤونه. في اللغة العامية المصرية احنا بنستعمل أوامر كتيرة بأفعال أصلها من اللغة المصرية القديمة، زي الفعل يسك. لما نحب مثلا نقول سك الباب أو سك على الطلب، معناها اقفل الباب أو الغي الطلب. أي خدمة تانية يا دكتورة؟ لا متشكرة قوي. سك الباب بقى ودي المفتاح للدكتورة سعاد. حاضر. استوب اللعب الموضوع صعب قبل لما نعك احنا بقى نسك. مثل تاني لفعل هو put باللهجة القبطية السعدية، أو foot باللهجة البحيرية، لينط يجري أو يهرب. ده هيسأل على مجاهد، ما تقول كده من الصبح هناك يا ام الكرنك. فط ره لقيتها. كرر يعني ره تاني. ره انت بتدوري على ايه؟ ما هي ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت. في بعض الأفعال محتاجة prefix عشان نعبر بيها عن أمر. البريفكس هنا حرف الألفا، يعني إحنا لازم نبتدي الكلمة بحرف الألفا. يعني مثلا كلمة now معناها يشوف، ولما إحنا عايزين نقول شوف أو شوفي أو شوفوا إحنا هنقول أناو. ناني أناو. مثل تاني كلمة won معناها يفتح، ولما احنا عايزين نقول افتح او افتحي او افتحوا احنا هنقول اون أو أون إمبيروهيتين بيشوش. يينا لكلمة يجيب بتبقى في الأمر أني، أو أني هن سوء إروي أري إهموت. الانفينيتيف بتاع كلمة يفعل أو يعمل هي ييري، ولو احنا عايزين نقول أمر افعل أو اعمل لوحديها من غير كلمة بعديها هنقول أريري. لو هنقول بعد أمر افعل أو اعمل اسم هنقول أري، زي في أري إهموت. أو أني هن سوء إروي أري إهموت. أري إهموت مترجمة هنا لو سمحت، أو بالإنجليش please، لكن هي معناها حرفياً افعل أو افعلي أو افعلوا رحمة. أري بنسميه هنا الستاتس نوميناليس عشان بعد الفعل موجود اسم، يعني noun. مثل تاني هو أري إب موئة بالصعيدي أو أري إف مفئي بالبحيري. كلمة موئة أو مفئي معناها فكرة أو رأي. لما احنا عايزين نقول افتكر أو افتكري أو افتكروا حاجة احنا هنقول أري إب موئة أو بالبحيري أري إف مفئي، يعني افعل فكرة معينة. لو احنا عايزين ننفي أمر احنا لازم نحط البريفكس امبير قبل فعل الأمر. إمبيروبش سك إمبيرو. احنا دلوقتي هنوريكم حاجات ربما كانت ممنوعة في مصر زمان. العلامة دي معناها ما تأكلش التماسيح. كلمة مونة معناها يأكل، الترجمة هتكون امبيرمونة ني امساح.
امساح معناها تمساح، واحنا لسه بنستعملها لغاية دلوقتي. ده أدهم أسد من أفريقيا. لو سمحت، التمساح ده عنده كام سنة؟ ده أسد يا أستاذ. ما أنا عارف. بياكل فشار؟ يا هبال خد فشار. يا عبيط. على نفسك يا سوسن. العلامة دي معناها ما تركنش المركبة الحربية قدام الباب. كلمة يركن أو يسيب حاجة في مكان معناها كو. الترجمة هتكون امبركو ومركبة هاجن بيرو. هاجن بيرو معناها قدام الباب. العلامة دي بتقول ما تتفش قشر بذور على الأرض. يعني ما عايز لب يعني ولا ايه بقى؟ ها؟ كلمة يتف يعني نكتف. الترجمة هتكون امبير نكتف كوك انتروتش هيجن بيكاح. كوك انتروتش معناها قشر بذور، وكلمة يتف جاية من كلمة نكتف. المهم دلوقتي لص عصابات. ايه ده يا محمد؟ في حد مقزقز لب وتافف القشر على الارض؟ الارض ما بتتنضفش ليه؟ العلامة الجاية بتقول ما تكتبش على الحيطان. كلمة يكتب معناها اسخاي. الترجمة هتكون امبير اسخاي هيجين نسبت. آخر علامة بتقول ما تلزقش البان تحت الكراسي. كلمة يلزق معناها لوج. الترجمة هتكون امبير لوج وكم خا نتوتس. الكلمة الإنجليزية للبان هي جم، وأصلها جاي من الكلمة المصرية القديمة كم.